مساء الفل عليكم. ماتش الاهلي ومودرن سبورت لسه خلصان، فتعالى نتكلم كده على كام حاجه في الماتش. اول الانطباعات اللي خدناها ان لازم الثلاثي الهجومي بتاعك تريزيجيه، زيزو وطاهر محمد طاهر ما تلعبش قفشه معاك قوي، خليه عدي. تاني حاجه ان المدرب ده مش هيكمل معاك كتير يا نادي الاهلي، وده حاجه انا حاسسها ان المدرب ده مش هيطول مع النادي الاهلي ماتشين 3 4 كده كمان وهتلاقيه باي باي مع الف سلامه. بتخسر من مودرن سبورت اللي يعني كان السنه اللي فاتت نيله يعني في الدوري، بيجيب النهارده برده ماتش الكرات الرأسيه فقط لا غير. النهارده بيلعب لهم حارس ابو جبل اللي معلش لو شفت ثلاجه هتخش فيه، مفيش ولا جون برده من اللي جون فينا نقدر نحمل شوبير الموقف، او انت ليه ما صدتش دي ان هو احسن واحد يلعبك كوره زي شان دايش كده بالظبط. هروح اجيب جون وشكرا واقفل على كده. وانا حاسس ان ريبيرو مش ده اللي هيمشي مع الاهلي. ريبيرو عايز فريق يمسك كوره، ولو جاب جون والله تعادل الحمد لله قوي تعادلنا، نجيب جون ونجري. ده ريبيرو مش هيمشي مع النادي الاهلي. ماتش النهارده ما فيهوش اي حاجه تتقال غير الكور الثابته اللي هي الراس فقط لا غير. مفيش اي حاجه، مفيش جمله بتتعمل في الملعب، كل الجمل بتخلص بنهايه سيئه جدا جدا جدا. اللعيبه النهارده بتباص اوقات ميس باس كتير جدا برضو النهارده بشكل كبير. النهارده برضو انت كنت بتلعب في اول الماتش من غير رايت وينج تاني، زيزو كان بيلعب برضو كاي ام اف مع قفشه، وكنت بتلعب من غير رايت وينج وكنت بتلعب في جبهه تريزيجيه، ودي حاجه سيئه جدا. دي كانت الحلقه بتاعت النهارده عن الماتش. بس كده نشوف الفيديو دي معكم شادي اشرف قناه كوره في شويه. ما تنساش سبسكرايب.